السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة من قناة ميمونة ديزيت. أنا ميمونة، مرحبا بكم. كما راكم تشوفوا فلون باتيسري ولا فلون مقاهي، مشروع ناجح، مشروع غير بحبة بيض، ديروه ودخلوا به دراهمكم، تكلوا على الله. نبدأ بسم الله على بركة الله بالمقادير. ما تنساوش تصلوا وتسلموا على رسول الله. اول حاجه بغيت نقول لكم بلي راني كاتبه المقادير هنايا بالعربيه وبالانجليزيه. نبداو بسم الله. حبه تاع بيض كيما شفتوا، نص كاس تاع السكر، رشه تاع الملح اللي ضروريه باش تعدل لنا الطعم، ومغرف صغيره تاع لافاني. نخلط كل شيء غايه مع بعضه حتى نحس هذاك الخليط بيضي. نجيب نص كاس تاع حليب، هنايا انا راهو دافي هذا الحليب، نخلطه غايه مع ثاني هو. ومن بعد نجيب زيت، نص كاس تاع زيت، وندير كاع نفس الكاس هذا تاع 220 عفوا مليلتر. نعبر كاع به المقادير كما شفتوا، نص كاس تاع زيت، نص كاس تاع سكر، نص كاس تاع حليب، حبه بيض، مغرف صغيره لافاني، والرشه تاع الملح. انا هنايا الطبقه الاولى هذيك طبقه تاع البسكوي بغيت نديرها بطعم الشوكولا، فدرت لها 2 مغارف كبار كما شفتوا كاكاو بني. كي تروحوا تشرو كاكاو هذاك الكاكاو اللي يجيكم فيه ريحه الشوكولا هو شباب. بالنسبه للفرينه انا ما عبرتش بالكاس، عبرت لكم غير بالمغرف، فدات لي 4 مغارف كبار ونص. المغرف معمره مليح مقبى، والخميره درت غير مغرف صغيره كما راكم تشوفوا تاع خميره. ما بغيتش هذيك الطبقه تجيني خشينه تاع البسكوي ترجع لي كيما الموسكوتو، بغيتها حاجه خفيفه. المره الاولى كما شفتوا درت 3 مغارف كبار تاع فارينه معمره غايه المغرف، و2 مغارف كبار تاع كاكاو، فحسيت باللي القوام مازالوا خفيف، فزدت مغرف ونص تاع فارينه، جاني القوام هذاك هو. كي وصلتوا هنايا خلونا جيم، خلونا اشتراك. الاخوات والاخوه الجدد نقول لهم مرحبا بكم. ان شاء الله نزيد نقدم لكم وصفات اخرى. اذا شفتوا حقيقه القناه تاعي والمحتوى تاعي يستاهل الدعم، فدعموني، بارطاجوا الفيديو مع الناس بزاف، وخلونا جيم هكا توصل لعدد كبير من المتابعين. نرجعوا للفيديو. كما شفتوا درت مغرف كبيره تاع خل، هذيك المغرف الكبيره هي اللي تعطينا خفه في الكيك تاعنا. جبت الصينيه هذه تاعي تاع 30 على 24، درت لها الزيت. ثم لعاتكم مارغرين، ديروا مارغرين، انا درت غير الزيت والفرينه. نفرغ كامل الخليط، بما انه راها طبقه رقيقه، فنحاول اني نسويها هكا بسباتولا، ومن بعد نجي ندير لها ذوك الخطوط العشوائيه باش تجيني جهه ما طالعه على جهه. ندخلها الفرن على 180 درجة ونخليها طيب على غرضها، ما تديكمش يا ربي ربع ساعة ولا ما كاش. نجو للطبقة الثانية، طبقة ثانية ثاني سهلة مهلة، ما فيهاش بزاف مقادير. فيها 4 كيسان حليب. شوفوا في هذه الطبقة الثانية، اذا ما كانش عندكم الحليب قد 4 كيسان، فديروا 2 كيسان حليب و2 كيسان ماء عادي، ما تخافوا منها، ما تخسر لكم ما والو. درت عليهم 4 مغارف كبار تاع السكر، ونزيد عليهم 3 مغارف كبار معمرين غايه تاع مايزينا كيما راكم تشوفوا. ونخلط كلش بارد في بارد، ونحطها على النار حتى تبدا تغلي. ترفد لي هذيك الغليه ودير لي هذوك الفقاعات، نحس بها شويه اختارت لي نحطها من النار وندير باقي المكونات. شوفوا هنا الفيديو المقطع راح لي. درت 2 علب من هذا فلون كراميل، ومغرف كبيره تاع زبده. انا ما كانش عندي عطر الكراميل، فدرت هذاك فلون كراميل. صاي هذيك الطبقه الاولى تاع البسكوي ديجا بارده، ما ديروهاش وهي سخونه. وهذه الكريمه ثاني ما تخلوهاش حتى تبرد وتدير لكم تكتلات، مباشره فرغوها فوق البسكوي. نجو هنايا للكراميل. درت كاس قل ربع تاع السكر عادي حبيبات، نديرها على نار قليله، ونخليه عيني عليه، نحرك هكا بيدي ولا نستعين بالمغرف تاع الحطب. انايا هنايا استخدمت المغرف تاع الحطب وقعدت نخلط. شوفوا بالنسبه انا الكراميل جاتني شويه عسليه، ماشي هذاك اللون المارون شباب. هنايا راه مازال. ثم كي تولي في المرحله كي تذوب صايي، هي خلوها شويه تاخذ لكم هذاك اللون الاحمر، بصح ما تحرقوهاش. هذا نزيد عليها المكونات الاخرى.
قبل ما تزيدوا المكونات لازم ما تقعد لكم حتى حبه تاع سكر قاعده، لازم كاع تذوب. اذا بغيتو كيما قلت لكم اللون يكون مارون فونسي، فخلوها تزيد شويه، بالكم بصح تحرقوها تجيكم فيها بنت المروريه. كيما شفتوا درت مغرف كبير، نص مغرف كبير عفوا تاع الزبده، ذوبتها غايه وجبت كاس تاع ما بارد عادي، درت عليه مغرف كبيره تاع انشا، ذوبتها فيه، ومن بعد نجي نصبها على الخليط. كي تولوا تفرغوا فيها على هذيك الكراميل احرزوا ويطير لكم يحرقكم من يديكم. هنايا تشوفوها درت لكم هذيك الكتله وتخافوا، لا عادي جدا، ما تخافوا ما والو، غادي تذوب غير وحدها. هنايا الكراميل جاهز. الطبقه الثانيه هذيك تاع الكريمه ثاني راها بارده. شوفوا الغلطه اللي درتها انا، فرغت مباشره، ثقبت لي هذيك. نتوما استعينوا بالمغرف كيما راني ندير، ديروها هكا، ديروها في الثلاجة على القليلة ساعة وهي تبرد لكم. بعد ساعة جيبوها وقطعوها. أنا للأمانة ما خليتهاش حتى، ما لحقتش حتى 45 دقيقة في الثلاجة، وجيت قطعتها. تقطعوها الشكل اللي بغيتو. مثلا كون بديروها مشروع قادر تصغروا الحبة، كيما قادر ديروها كيما هكا كبير. انتم كل وحده وكيفاش تعرف دير لها. التزيين ثاني يبقى لكم اختياري، دائما نقول لكم اللي كانت كاينه ديروها. انايا هنايا عندي كاوكاو محمص ومرحي خشين. بالنسبة للتقطع، كي نقطع كل ما نقطع جهة نفوت عليها بالموس، هذاك الموس نمسحه باش ما يقعدليش الكراميل لاصق. هنايا شوفوا هذه النتيجة النهائية تاع فلون مقاهي ولا فلون باتيسي. شوفوا لي كيفاش جا. المهم انتم خلوه برك يبرد. شوفوا كيفاش جا داير. هذيك الطبقه تاع البسكويت تجي طبقه رقيقه، هذيك الطبقه تاع الكريمه الثانيه الكراميل. هنايا انا للامانه ما خليتهاش برد، على بها راكم تشوفوا فيه كيما هكا سايح. نتوما خلوه غير يبرد. من هذا نقول لكم تهلاو بزاف في رواحكم. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. ندير لكم فيديو تاع وصفه مشاريع الناس اللي تسترزق، اللي بغات تخدم على رواحها. واذا كنتم حابين قناتي تنجح وفيديوهاتي تطلع وشفتوا باللي صح يستاهل القناه تطلع، فدعموني باللايك والاشتراك وبارطاجوا الفيديو والقناه كاع مع احبابكم. نكون تهلاو بزاف في رواحكم. نتلاقاو في فيديو اخر. سلام.